ازيكم؟ معكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى هنعمل السمك بالزيت والليمون، تحفة، احلى من المقلي واحلى من المشوي برد. اول حاجة عندنا توم، هنحط معاه فلفل شطة احمر واخضر وهنضربهم في الكبة كده. التوم بتاعي جاهز اهو، هركنه بقى على جنب. وهجيب بقى عشان احضر الحشوة، عندنا بصل حلقات، فلفل الوان اصفر واحمر واخضر، وعندنا طماطم وجزر مبشور. هناخد عليهم بقى حبة توم كده، فلفل مش كتير، وهنحط بقى بهارات سمك، رشة فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة، وعندنا ملح. هنقلبهم كويس مع بعض. هنحط رشة زيت، وهنحط شوية عصير ليمون. كده خلطة الحشو بتاعت السمك معايا جاهزة. عندنا بقى عصير 4 ليمونات. هنحط بقى رشة فلفل اسود، بهارات سمك نكتر فيها شوية، كزبرة ناشفة برضو نكتر فيها شوية، وكمون نكتر فيه. هنحط بقى الملح ونقلبهم كويس قوي. بعد كده هنحط الزيت عليهم، وكده الخلطة بتاعتي اللي هدهن بيها السمك جاهزة. هناخد من الزيت اللي على الوش كده في صاج لفاه، هنحط عليه فويل وهندهنه دهنة كويسة. وهنرش عليه رشة ملح خشن. الملح الخشن ده علشان السمك ما يلزقش في الفويل، وبرضه هيملحه وهيديله طعم حلو جدا. عندنا بقى السمك بتاعنا بنحشيه من الخلطة بتاعتنا، والليمون والزيت هبتدي اتبل بيه السمك جوه الفتحات بتاعت السمك. احاول ادخل كده في كل الفتحات. احنا مشرطين السمكة بالجنب كده بميل، فندخل فيها التتبيلة كويس قوي. بقيت بقى الصوص اللي نزل من خلطة الحشوة بحطه على السمك، وبحط بقى من التتبيلة، بتبل الجنب التاني من السمك بالثوم والزيت والليمون. برضو بدخل في كل الفتحات اللي عندي عشان اضمن ان كل التتبيلة الحلوة دي دخلت في السمك. هسيبه بقى من نص ساعة لساعة يشرب كده من التتبيلة. دلوقتي بقى عندنا فرن على درجة حرارة 200، هنحطه على الصاج اللي تحت. تمام. بعد كده اول ما يبتدي ياخد لون معايا، هبتدي احط له بقية التتبيلة بتاعة الزيت والليمون، وهدخله تحت الشواية ياخد بقى لون كده ويحمر، ويبقى جاهز. بألف هنا وشفا. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة، ونتقابل في وصفة جديدة مع شيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.